جامايكا محمود الخطيب جالك؟ لسه. جامايكا سيد عبد الحفيظ جالك؟ لسه. جامايكا رئيس نادي الضحك والفرفشه جالك؟ ده زبون عندي. اذا عجبك الفيديو بالله عليك ما تبخل عليها باللايك والاشتراك وتفعل الجرس، وخير ما نبدا به الصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ايه حكايه الدجال بتاع الاهلي وجن سيد عبد الحفيظ وجن محمود الخطيب وجن الزمالك وجن الاهلي؟ حاجات عبيطه، اقسم بالله العظيم حاجات عبيطه. انا ما اعرفش الناس دي يعني دماغها رايحه لحد فين. جن ايه اللي بتتكلم عن النادي الاهلي؟ النادي الاهلي ده مستشفى، ده فريق كامل. لو همشي بالجن ما انا اعالجهم بالجن، مش هيبقى عندي مصابين. المصابين دول هيقتلوا عندك انت. يعني الناس دي ما بتفكرش. انت عندك مصاب واحد اللي هو الونش اللي بتموت عليه، اللي خلاص هو ده اللي موقف نادي الزمالك. امال تعالى على النادي الاهلي، محمد عبد المنعم ومحمود متولي واكرم توفيق وكريم فؤاد فرقه تانية وفرقه بتلعب اساسي. يا ريت الناس اللي يعني الناس اللي بتتكلم تبقى يعني مش عارف، يعني تعلي الكلام شويه، تعلي الكلام شويه وتحترم الناس اللي بتقال لها الكلام ده. احنا عايشين مع عالم تانية، اقسم بالله عايشين مع عالم تانية. بترصش ميه وبترصش سحر في استاد القاهره. ايه القرف ده؟ احنا لو بتعملنا سحر كنا خدنا السنه اللي فاتت سحر ايه وزفت ايه. لو بنعمل سحر كنا خدنا الدوري السنه اللي فاتت، دوري الاحتواء. لو بنعمل سحر كنا خدنا كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت، اللي انتوا عمركم ما تحلموا بيها ولا تروحوها. ده لو في سحر. المشكله كلها بتتلخص في حاجه واحده بس، حاجتين، هم حاجتين بس. ان السنه دي مفيش احتواء بمجهودك. الحاجه الثانيه ان من ساعه حضرتك ما اتكلمت على فتوح واتكلمت على عبد الله جمعه ان في حشيش وفي منشطات، الناس خافت عندك بقت ما تاخدش حشيش ومنشطات. بقى هو ده المستوى بتاع نادي الزمالك، هو ده الفرق. مفيش اي حاجه تاني، مفيش اي حاجه تاني. ولا تقول لي بقى سحر ولا شعوذه ولا الكلام ده. لو انا بعمل سحر كنت عملت سحر السنه اللي فاتت عشان ما تاخدش الدوري. لو انا بعمل سحر كنت عملت سحر السنه اللي فاتت عشان اخد اول عالم، اللي انت عمرك ما تعملها او تعرف عنها او تعرف اصلا تروح. انت سمع، انت كنادي وبطول الجماهير وي انت سمع بس، لكن تروح للعالميه والحاجات دي ابدا عمرك ما هتوصل ليه. فمحدش يقنعني انا كبني ادم ان سحر وشعوذه والكلام ده. يا عم الكلام ده في افريقيا على فكره، الكلام ده في افريقيا. والنادي الاهلي كبير على الكلام ده. النادي الاهلي الكابتن محمود الخطيب او الكابتن سيد عبد الحفيظ او اي حد من اللي انت بتقولهم، الناس دي كبيره عن الحاجات دي. الناس دي عندها علم، الناس دي عندها فن اداره. ما عندهاش السحر والشعوذه اللي انت بتقول عليه ده. لا، كابتن محمود الخطيب بص واخد كام بطوله قاري. بص حضرتك واخد كام بطوله محلي، واخد كام بطوله قاري. هتلاقي انت واخد محلي والاهلي واخد قاري. ليه؟ عشان في مصر في احتواء، بره ما فيش احتواء. بس ادي المشكله كلها. امال تقول لي يعني احترموا يا جدعان، احترموا عنا شويه، الله يرضى عنكم. احترموا عنا شويه. يا ريت اللي بيتكلم ده يحترم عقل المشاهد اللي بيسمعه. يا ريت ما حدش يقول اصل محمد هاني، ما يا جدعان الكيرف بيطلع وينزل. فانت ما تقول لي ما تقولش محمد هاني مستواه عالي عشان خاطر العفاريت تشتغل. ما فيش الكلام ده، والله ما فيش الكلام ده. هتيجي تقول اصل كهربا قال لمحمد شريف انت هتجيب جون فجاب جون فعارف. لا ما فيش الكلام ده، والله العظيم ما في الكلام ده. الراجل متفائل، انت هتبقى حمسه، انت هتجيب جون، انت هتجيب جون. مش معنى كده ان هو عارف ان هو هيجيب جون. لا، زي ما انا بتوقع، بقول لك اتوقع ماتش الاهلي، نتيجه الاهلي والزمالك، فانا بقول 2-1. هل انا كده مخوي مثلا الماتش اللي فات توقع ماتش الاهلي والزمالك هيخلص كام؟ توقعت 3-0، خلص 3-0. يبقى انا كده مخوي؟ لا مش كده. محمد هاني محضر التيشيرت ال 50 هدف. ما هو عارف، ما هو الجن مش يا جدعان احترموا عنا، احترموا عنا. يعني عمرو السولية لما جاب الجون وكان بنته تعبانه واللي هو الشنكار والحاجات دي، كان عارف ان هو هيجيب جون. انا بعمل اللي عليا وان شاء الله ربنا يكرمني واحط الجون. يا ريت تحترموا عقولنا شويه. يا ريت يبقى في احترام لعقول المشاهدين شويه، خصوصا ان انتوا بتقولوا يعني انتوا بتفهموا.
افلح عن صادق، مفيش الكلام ده. يعني انتوا بتقولوا انتوا يعني بتفهموا. فيا ريت انت يا راجل يلي ماسك نادي اللي بيفهم، المفهومين المفهمين اي حاجه، يا ريت تحترم عقولهم شويه. لا تقول لي سحر ولا شعوذه ولا الكلام العبط دوت ولا الكلام فاضي ده. تعال نروح لقصه تاني وحكايه كهرباء ومشكله كهرباء مع الجمهور. اوف كهرباء حطه صح. تاني اوف كهرباء حطه صح. ايه هو اللي حطه صح؟ دي ماشيه بالنيات، دي ماشيه بالنيات. وانا بقول لك اهو كهرباء مش هتوقف، والنادي الاهلي قدم شكوى. اوف كهرباء حطه صح. ايه هي اللي حطها؟ حط الكرة بهبده صح في الجول. انا نيتي كده. انت اللي انت خدتها في حته تانيه دي بتاعتك انت، دي بالنيات. مفيش حاجه بقى في القانون اسمها نيات. ايه هو اللي حطه صح؟ انت خدتها بنيه وحشه، انا خدتها بنيه لان انا راجل نضيف، فانا هاخدها بنيه كويسه. معرفش هي نيته بقى ايه. هو بيقولها نيته ايه. هي بتيجي على نيه المشاهد اللي بيستمع. اذا كانت هي نيه وحشه بياخدها بنيه وحشه او بياخدها بنيه كويسه. اوف كهرباء حط صح. تاني انا بقول لك اهو، انا ممكن اخدها ان كهرباء حط الكره بهده صح. كهرباء لما لعب يبقى حط اللي في دماغه صح. انت خدتها حط حاجه قله ادب، دي بتاعتك انت، ترجع ليها ليك انت، ترجع ليها بتاعتك انت. قدم شكوى زي ما انت عايز، قدم شكوى زي ما انت عايز قدم. لكن رئيس نادي الزمالك كان فيه شتيمه صريحه لمحمود عبد المنعم كهرباء، وشتايم صريحه للكابتن محمود الخطيب. والاهلي النهارده قدم شكاوي. كابتن عماد متعب قدم شكاوي، قدم شكوى. بص انت بتفتح على نفسك فتحه وانت مش مستحمل. كنادي الزمالك انت مش مستحمل ان انت بتقع. فانت ما تهديش المعبد مره واحده، ما تهديش المعبد. ايه خسرت يا قضيه كهرباء يدفع الفلوس ماشي، بس انت ما خسرتهاش. بس كهرباء بيلعب. انت قلت كهرباء مش هيلعب، بس كهرباء بيلعب. مش معنى كده ان كهرباء كسب القضيه، لا. انا بقول لك اهو، انت بتاخدها. كهرباء مش هياخد اي حاجه. اوف كهرباء حطه صح يا سيدي، حط الكره في الجون صح، كسب القضيه منك ولعب. كسب بونت ان هو لاعب وما توقفش لحد ما اشوف يوم 2 فبراير ايه اللي هيحصل. وعلى فكره يوم 2 فبراير ده جلسه استماع، جلسه استماع عشان الناس اللي بتطلع تهطل. جلسه استماع وبعد كده هياخدوا قرار بعديها. مش يوم 2 هيبان، لا، دي جلسه استماع. ان كهرباء قال لهم والله الحكايه 1 2 3، انا باخد بالجنيه المصري ما باخدش بالدولار، وعايز ان اشارك عشان خاطر اقدر ادفع الفلوس. الحاجات دي هيستمعوا. كهرباء انت ما دفعتش ليه؟ فيجي اي واحد بقى لا يفقه في اي حاجه، واي حاجه الناس بتطلع بتتكلم. يعني والله العظيم وربنا الناس دي ما بتفهم، والله الناس دي ما بتفهم. يطلعوا يتكلموا في اي حاجه او تخبيط وخلاص. الحكم وحش، اي حاجه وحشه. الاهلي مش نادي مبادئ، الاهلي مش عارف ايه. هو عصام الحضري لما هرب من النادي الاهلي مش حضرتك رحت خدته لما راح سيون ورجع على مصر؟ مش راح الاسماعيلي وراح راجع على حضرتك، والاهلي كان بيقول عليه هربان وي وحضرتك خدته؟ يعني انا مش فاهم، يعني اللي انت بتعمله ده حضرتك مش انا برد عليه. ويا سيدي لما الاهلي خد كهرباء، مش انت كنت عايز تاخد مني عبد الله السعيد وصفقه القرن اللي هي صفقه الفوتوشوب بس؟ والاهلي كان بيرد عليك مثلا؟ يعني هو انت عايز كل حاجه ليك؟ مشكلتك ان انت ما بتعرفش تفكر، تفكيرك محدود. الاهلي تفكيره عالي سابق شويه عنك. هي دي المشكله كلها. المشكله كلها ان تفكيرك محدود. الاهلي تفكيره سابق عنك. تقعد تقول لي سحر وشعوذه، اصل الهاني سليمان مفوت الماتش، اصل الهاني سليمان مش عارف ايه، وكابتن طارق 10 الله يرضى عنك. ايه ده شويه، مش هيطلع يشتمك رئيس نادي الزمالك، مش هيطلع يشتمك. ايه ده شويه، بلا مفوت بلا مش مفوت. مشكلتك مع فرج عامر، وفرج عامر بيحب النادي الاهلي. ما تدخلش نفسك مع جماهير النادي الاهلي عشان ما تسمعش كلمه وحشه، لان انت مدخل نفسك في حاجات انت مالكش فيها. ما تقولش مفوت. ما هو لو سموحه مفوت يبقى بيراميدز مفوت 3، يبقى الزمالك مفوت 3. يا ريت ما نتكلمش عن التفويت. ما تشير الفيديو يا حاج. فين انتوا بتنسوا يا جدعان ولا ايه؟ ما تشير الفيديو. يا ريت ما نتكلمش بالله عليكم، تحترموا عقول المشاهدين شويه.
الناس اللي بتسمع يا ريت بلاش عوزه. واوف احا كهربا حطه صح، انا مش فاهم يعني ايه يعني. دي هتتقال على حسب النيه، على حسب نيه الراجل اللي بيسمعها. انا سمعتها نيتي راحت في حته وحشه، في واحد ممكن تروح نيته في حته حلوه. انت فاهم ازاي؟ فكده يعني. ف ما تنسانيش بقى في اللايك بالله عليك وشير. يعني نفسي يعني اوصل 20 لايك، انا ما بوصلش ل 20 لايك، نفسي اوصل 20 لايك لو انت بتتابعني لحد اخر الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.